يا أهلاً بيكم يا محبي أفلام والمسلسلات التركية. في زمن بقى فيه العالم أسرع من إن عقلنا يلحق يستوعب، ومع التطور اللي خلى حياتنا كلها تجري ورا بعضها زي مشاهد فيلم مت مونتاج، يجي فيلم تركي مختلف، هادي في شكله، صادم في مضمونه، وفلسفي في جوهره. فيلم يخليك توقف عن الكلام وتسيب ودنك وقلبك وعقلك يشوفوا بنفسهم هو إحنا فعلاً بنعيش حياتنا ولا حياتنا هي اللي عايشانا. ومن اللحظة دي يبدأ سحر أو بليندا. تخيل معايا إنك صاحي في يوم شكله عادي، نفس الروتين، نفس الشغل، نفس الناس، نفس الوجوه اللي اتعودت عليها لدرجة إنك ما بقتش تبص لها، لكن فجأة ومن حركة بسيطة جدا، لقطة واحدة بس، إعلان واحد، حياتك كلها تتفك وتتركب من جديد. فيلم أو بليندا بياخدك من أول ثانية ويرميك في دوامة مش دوامة كدرات ولا زحمة مشاهد، لا، دوامة جوه النفس البشرية، جوه الهوية، جوه سؤال وجودي أكبر منك ومنا كلنا. لو كل اللي حواليا اتغير، هل هفضل أنا ولا هبقى نسخة من حد تاني؟ الفيلم التركي ده مش بس إعادة تقديم لفكرة، ده إعادة قراءة لنفس الإنسان، بيشيلك من كرسي المشاهدة ويحطك مكان البطلة بالعافية، يخليك تحس بارتباكها، بضياعها، بخوفها، وبعدم تصديقها. تخيل إنك فجأة لقيت نفسك وسط ناس بيقولوا إنك شخص تاني، ليك اسم غير اسمك، وحياة غير حياتك، ومسؤوليات أنت عمرك ما عشتها، وكل ما تحاول تشرح وتصرخ وتدافع يضحكوا أو يتجاهلوا أو يعملوا إنك بتبالغ. وده سر جمال أو بليندا. الفيلم مش مجرد قصة غريبة، ده فيلم بيهز ثوابتك، يخلي الأسئلة اللي عمرك ما سألتها تطلع فجأة زي عفريت من الأمقم. ليه بنعيش بالشكل ده؟ هل حياتنا ثابتة فعلا ولا هشة ممكن تتغير من لقطة؟ ومين فينا يعرف نفسه كويس قوي لدرجة إنه يقدر يثبت إن ده هو مهما الدنيا اتشقلبت حواليه؟ الموسيقى التركية الهادية، الإضاءة اللي فيها شبه من عالم الحلم، والشخصيات اللي بتتعامل مع بطلتنا كأنها جزء منهم من سنين، كل ده بيخلق حالة غريبة جدا، حالة إنك متأكد إن اللي قدامك غلط بس اللي حواليك بيحلفوا إنه صح، حالة إنك فاكر ماضي لكن الدنيا كلها بتقولك ده وهم، حالة إنك واقف بين عالمين ولا قادر تروح ولا قادر تهرب. ومع كل مشهد ومع كل لحظة انهيار للبطلة بتحس بقلبك بيتسحب واحدة واحدة، لأن الفيلم مش بيحكي لك، الفيلم بياخدك جواه، يشوش عليك ويخليك أنا وإنت نسأل نفسنا، هو ممكن حد يفقد حياته وهو لسه عايش؟ وممكن حد يصحى في يوم وما يعرفش نفسه؟ ولو المجتمع كله شافك بشكل غير حقيقتك، هل هتفضل أنت ولا هتصدقهم؟ كل لقطة من الفيلم التركي ده معمولة بحرفية، وكأن المخرج بيقول لك اقعد وسيبني أحكي لك عن عالم مش ثابت، عالم بيتبدل بكلمة، بلحظة، بتصوير إعلان، وبيوصلك لمرحلة إنك مش بتتفرج، لا، أنت جزء من الأزمة دي، جزء من الاضطراب، جزء من السؤال اللي ملوش إجابة. وفجأة ومع تصاعد الأحداث بتوصل للحظة اللي تفهم فيها إن الفيلم كله رسالة عن الإنسان اللي بيضيع وسط الأدوار اللي المجتمع بيحطه فيها، عن الحرية اللي ساعات بنفتكر إننا بنملكها لكنها في الحقيقة شكل بس، والشخصية اللي المجتمع بيرسمها لك ساعات بتكون أقوى من الشخصية اللي أنت رسمتها لنفسك. وبين المشاهد تلاقي نفسك بتتنفس بصعوبة، مش من خوف، لا، من تساؤل، وتلاقيك بتفكر في حياتك، في شغلك، في علاقاتك، في دورك اللي الناس شايفاه، وفي دورك اللي أنت مؤمن بيه، وتقول لنفسك هو أنا ولا اللي الناس شايفاه أنا؟ وفي النهاية أو بليندا مش مجرد فيلم تركي، ده رحلة عقلية نفسية فلسفية، رحلة طويلة زي العمر، وبتفضل قاعد بعدها ساكت تفكر، يمكن تبتسم، يمكن تخاف، بس أكيد هتحس بحاجة جواك اتغيرت. فاستعد، لأن اللي هتشوفه مش مجرد شاشة، ده مراية كبيرة، مراية هتبين لك إنك مش ثابت زي ما فاكر، وإن الهوية شيء أعمق بكتير من اسم أو شغل أو حياة. تهيأ، لأن أو بليندا هياخدك من عالمك ويوديك لعالمك اللي عمرك ما شفته. نبتدي الحكاية من عند ديلارا، ممثلة تركية مشهورة، أنيقة، وعايشة حياتها بطريقتها الخاصة جدا. ديلارا نموذج للإنسانة اللي المجتمع شايفها ممثلة نجمة، وهي شايفة نفسها ست مستقلة بتعمل اللي هي عايزاه من غير ما تسمع لحد. هي مش بس ناجحة، لا، دي واحدة من الناس اللي ما بترضاش بسهولة وما بتحبش الرتابة وبتمشي على مزاجها حتى لو ده زعل حد أو ضايق حد. الفيلم يبدأ بمشهد ليها وهي في كواليس مسرحية متوترة، بترفع شعرها وبتحضر نفسها، الموسيقى خفيفة والإضاءة عاملة حالة بين الحقيقة والخيال. هنا بنشوف ديلارا في أحسن حالاتها، كونفيدنت، مركزة، وست فاهمة قيمتها كويس. وبعد ما تخلص المسرحية يجي مدير الأعمال يكلمها عن إعلان كبير جدا لمنتج شامبو اسمه بليندا. الإعلان مش بس إعلان، ده حملة ضخمة فيها فلوس كتير وانتشار كبير ومكانة أكبر لممثلة في مكانتها. لكن المفاجأة، الإعلان نفسه غريب. ليه؟ لأن الشركة عايزة تعمل فكرة المرأة المثالية في سياق ست بيت اسمها هندا، يعني ديلارا نجمة الموضة والسينما هتعمل دور ست بسيطة، متزوجة ومحجوزة في حياة يومية روتينية مليانة أطفال ومطبخ ومسؤوليات. وده أول صدام، ديلارا أصلا بتكره فكرة حبس الست جوه قالب الأم المثالية والزوجة النموذجية، لكن الفلوس والشهرة والفرصة خلتها توافق. ندخل على تصوير الإعلان، الموقع كله محطوط على شكل بيت بسيط، مطبخ، صالة، وأطفال ممثلين، وهي بتمسك زجاجة الشامبو وتقول الجملة الشهيرة يا ريتني عرفتك من زمان يا بيليندا. وهي بتقول الجملة تحصل بداية الغرابة. في لحظة هدوء وهي بتغسل شعرها بالمحلول اللي المفروض شامبو، الإضاءة تضرب، صوت المية يعلى،
تعلى والدنيا تلف، وفجأة تلاقي نفسها واقفة في حمام حقيقي، في بيت حقيقي مش بيت التصوير، ولابسة روب مختلف وشعرها مبلول وكل حاجة شكلها واقعي بزيادة. بتخرج من الحمام مرعوبة وتلاقي واحد غريب في الصالة. الراجل بصوت طبيعي جدا يقول: هندان. مالك؟ هندان؟ مين هندان؟ أنا ديلارا يا حيوانات. لكن الراجل يقرب منها: أنا جوزك نجمي. هنا تبدأ المصيبة. ديلارا اتسحبت من حياتها وبقت هندان، تجري من أوضة لأوضة زي المجنونة، تلاقي صور ليها مع الراجل والأولاد، تلاقي دولاب فيه هدوم مش بتاعتها، تلاقي بيت كامل مرتب على إنها زوجة وأم، والأدهى الولاد نفسهم بيحضنوها ويقولوا ماما. وهنا الفيلم يبدأ يدخل في مرحلة تانية، مرحلة الإنكار، الصدمة، الهرب. ديلارا تحاول تقنع جوزها إنها مش هندن، إنها ممثلة، إنها كانت بتصور إعلان، وإن ده كله مش حقيقي، بس كل اللي حواليها بياخدوها على إنها فيها حاجة غلط. وده بيدخلنا على واحد من أقوى عناصر الفيلم، إنك تكون عارف الحقيقة لكن كل الدنيا مقتنعة إنك غلط. تحاول تهرب، تخرج من البيت، تجري في الشارع، تصرخ أنا مش هندن، تهجم على الناس وتطلب تليفون، تتصل بمدير أعمالها، لكن لما تكلم الرقم يطلع غير موجود. أصدقائها محدش عارفها، حياتها الفنية مش موجودة، اسم ديلارا اختفى من الوجود. ترجع للبيت بالعافية بعد انهيار كامل، وتلاقي نفسها فجأة مسؤولة عن طفلين وراجل بيقول لها إن عندها شغل في قسم الموارد البشرية في شركة. يعني بقيت ست عادية، موظفة، متجوزة، عندها التزامات هي عمرها ما اختارتها. تعيش مرحلة تانية من الرعب، مرحلة الأكبار. تروح شغل مش بتاعها، تتعامل مع ناس عمرها ما قابلتهم، وتعيش يوم طويل كله إحساس واحد: أنا محبوسة في حياة مش حياتي. الفيلم هنا مش بس بينقل مشاهد، ده بينقل لك إحساس، الإحساس إن شخصيتك نفسها بتتفتت، وإن الهوية اللي طول عمرك فاكرك عارفها كانت أوهام. ومع الوقت ومع تكرار الروتين اليومي، ديلارا اللي بقت غصب عنها هندن تبدأ تتشقلب جوه نفسها. هل يمكن إن دي حياتي الحقيقية؟ هل يمكن إن ديلارا دي كانت مجرد حلم؟ هل الشخص اللي فاكرة إني كنتو كان اختراع؟ وليه محدش مصدق؟ لحد ما تيجي اللحظة المحورية وهي في الشغل، شوف إعلان بليندا شغال على شاشة، وتلاقي نفسها بقى نفس الشكل، لكن مش هي، امرأة تانية عاملة دور هندن في الإعلان بدلها. وهنا ينهار عقلها تماما، ترجع البيت وتكسر وتعيط وتتخبط وتصرخ وتحاول مرة تانية تهرب، لكن كل العالم بيعض عليها لحد ما تنهار انهيار كامل، وتبقى في حتة بين الجنون والعقل. وفي لحظة حاسمة وأثناء ما هي بتغسل شعرها تاني، نفس اللقطة اللي بدأت كل حاجة، المية تضرب، الإضاءة تومض، والدنيا تلف، وفجأة ترجع لفجأة لاستوديو الإعلان وسط فريق التصوير والكاميرات ومدير الأعمال، والناس واقفة مصدومة وبتقول أنت كويسة؟ ترجع تبص حواليها، ترجع تبص على إيديها، ترجع تبص على نفسها في المراية، وتدرك إنها رجعت ديلارا، لكن مش هتفضل زي ما كانت، لأن التجربة علمتها إن الهوية مش مجرد اسم، ومش مجرد حياة هي اختارتها، ومش مجرد شهرة. الهوية حاجة أكبر من ده بكتير، حاجة ممكن تنهار وتتغير وتتلون وتتكون من جديد، وتخرج من الاستوديو ماشية ببطء، شايلة على كتفها حياة وشايلة على قلبها حياة تانية، ومش عارفة أي واحدة فيهم كانت الحلم وأي واحدة فيهم كانت الحقيقة. وينتهي الفيلم بس ما بيخلصش، لأنه بيفضل عايش في دماغك فترة طويلة جدا، ويسيبك تسأل نفسك: لو اتسحبت فجأة من حياتك واتحطيت في حياة غيرك، هل هتفضل أنت ولا هتبقى مجرد دور ناس تانية كتبتهولك؟ ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصات أفلام أول بأول.